السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لان غاتو ساك هشيش يدوب في الفم، طبعته بهذه الأداة كتغيير فقط من الطوابع. ممكن يتواجد عندكم هذه الأداة وما تستعملوهاش، استعملوها في أي عجينة صابلي وطبعوا بها. هيدا تعطي تزيين رائع للغاتو. نحتاج في هذه الوصفة إلى 250 غرام من الزبدة مع كأس مملوء جيدا من السكر. الزبدة لازم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. أنا كنت حطيتها على حمام مائي، نسيت باش نخرجها من الثلاجة، حطيتها على كاسرونة وخليتها تطرح حوالي ربع ساعة ونخدمها مليح هكذا مع السكر. اللي نخدم بلا سباتول، اللي عنده الباطور يستخدم الباطور حتى اللي تولي هكذا السكر ممزوج مليح مع الزبدة. زدت كذلك صفار بيضة وبيضة كاملة. هذه وصفة الصابلي اللي كنا بكري نعملوها، فقط في الأعوام الأخيرة ولينا نزيدو الزيت، نزيدو شوية زيت. أنا زدت 4 ملاعق من الزيت من بعد ما امتزج مليح البيض مع المكونات الأخرين. زدت 4 ملاعق من الزيت اللي هي 60 مليلتر. من بعد نخلي لكم المقادير مكتوبة تحت في صندوق الوصف بالجرام، وكذلك نخليهم لكم في الفيديو. نخلطوا مليح هاد المكونات. اللي عنده الباتور يستخدم الباتور، انا ما استخدمتش الباتور. هيدا باش الناس اللي ما عندهاش الباتور ممكن تستخدم ملعقه عادي او بيديكم كما كنا زمان. نصف كأس من النشا مع كذلك ملعقتين من الكاكاو. توجور نحب نغربل هيدا الكاكاو باش هيدا ما يبقاوش دوك الكويرات ويندمج لي بسرعه مع المكونات الاخرين، سورتو كي ما يكونش عندك الباطور. مام بالباطور ويبقاو دوك الكويرات ويجينا المروريه في الكاطو، من الافضل تغربلوا الكاكاو توجور. زدت رشه من الملح وربع ملعقه صغيره فقط من الخميره الكيميائيه. ما تكتروش الخميره الكيميائيه، من بعد لما تطيب اذا كثرتوا الخميره الكيميائيه يفسد الشكل تاعها. عملوا ربع ملعقه فقط هيدا باش تحافظ على الشكل تاعها لما تطيب. ونبداو نضيفوا في الفارينه بالتدريج. ضيفوا الفارينه اللي هي طحين او الدقيق الابيض، ضيفوا هيدا بالتدريج حتى اللي تلتم العجينه ما تعجنوهاش، لموها فقط باطراف اصابعكم حتى اللي تعطينا عجينه هكذا طريه ما تلتصقش في اليد. تكون هكذا طريه لكن لا تلتصق في اليد. تخلي حوالي 480 غرام 380 غرام من الفارينة، مام با 400 من الفارينة. نشكل هيدا كوريات. الوزن تاعهم من 25 حتى 30 غرام. الا حبيتوا الكوريات تكونوا صغار ممكن تعملوهم حتى 20 غرام. بعد هيدا نشكلهم. شوفوا العجينه كيشريها تشكل بكل سهوله طريه وما تلصقش في اليد. ونمررها هيدا في السكر، نمررها مليح في السكر باش من بعد ما تلصقليش في الطابع. السكر هو اللي يخليهاش تلصق في الطابع اللي استعملناه. لما نلفوها في السكر نضغطوا عليها شويه، عاد نعاودو نجيبو طابع هذا ونضغطوا عليه. نضغطوا مليح باش يخرج لنا الرشمه، باش تخرج الرشمه تاع الطابع. ونحيوها عاود غير بشويه بلا ما نكسروها. السر باش تخرج لكم بسهوله هي لازم تلفوها مليح. حطيتهم في صينيه نفرشها بورق الطاي، او ممكن تدهنوها بشويه زيت وترشوها بالقليل فرينه وتدخلهم الفرن على 180 درجه. دخلوهم حطوهم في الرف الوسطاني. توجور بعدوا بين الحبات اللي تحطوهم هيدا باش ما يلتصقوا لكمش لان فيهم الخميره. الفرن ديجا ساخن 10 دقائق من قبل على 180 درجه من التحت فقط. من بعد ما شفتهم خداو لون ذهبي خفيف من التحت خرجتهم، خليتهم بردوا مليح في الصينيه لانه يكونوا طريين بزاف في الاول. خليهم يبردوا مليح في الصينيه، من بعد عاد تنحيوهم. ومن بعد زينتهم بشويه شوكولا بيضاء، عملت خطوط من الشوكولا البيضاء. هادشي يبقى اختياري، جربوهم البنات وخليوا لي ارائكم لتحت في التعاليق. وصفه رائعه، تجي خفيفه وهشيشه
اللي عنده هذا المول أو هذا القالب ممكن يجربها ويخلي لي رأيه في التعاليق. إلى فيديو آخر إن شاء الله، ما تنسونيش من دعائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.